ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أتم صحة وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله كده معانا فيديو حلو جدا وهتكلم معاكم. إيه النهاردة؟ عايزة أقول لكم إن انتوا بجد وحشتوني جدا جدا جدا. مفتقداكم بجد وعايزة أقول لكم إن أنا مش بنزل فيديوهات. هحكي لكم النهاردة بقى ايه أنا مش بنزل فيديوهات ليه وغايبة بقالي حوالي 12 يوم. هاقول لكم كل حاجة في الفيديو النهارده إن شاء الله. بصوا الأول نحكي كده. عايزة أقول لكم المطبخ ده بقى له مثلًا يومين ما اتعملش. هنا كنت لسه عاملة حالًا للولي فشار، راحت دلقاه ومبهدلة الدنيا. بصوا كل حاجة كده طالعة من مكانها والدنيا متبهدلة جدًا. عايزة أقول لكم كنت تعبانة أوي أوي، عندي دور برد وكحة وسخونية، فما كنتش عارفة أعمل أي حاجة ولا أصور لكم، عندي إرهاق فظيع. فبصراحة قررت كده لأنكم وحشتوني جدًا. عايزة أقول لكم إن أنا بقى لي بجد حوالي شهر أو 32 يوم ما فتحتش الكاميرا نهائي، نهائي. الفيديو ده أول فيديو كده أصوره بعد الحمد لله كده لما رُقت. كنت الفيديوهات اللي أنا كنت بانزّلها لكم كانت عندي، يعني أنا كنت مسجلاها وسايباها عندي يعني في الموبايل، فأول كنت بانزّل منها. فطبعًا الفيديوهات خلصت وعايزة أقول لكم كان عندي حوالي فيديو أو 2 بجد، بس ما كنتش قادرة أمنتج عليهم، كنت تعبانة ولولي برضه تعبانة. عندنا دور برد وكحة جامدة جدًا، بس الحمد لله، الحمد لله رُقنا بقى لنا كده حوالي 14 يوم تعبانين. آآ جبنا علاج كتير وكشفنا كتير، بس الحمد لله، الحمد لله رُقنا. هي لولي الأول اللي تعبت، بعد كده قعدتني أنا يعني. بس الحمد لله على الصحة والحمد لله يعني ربنا كرمنا وخفينا. طبعًا دور البرد ده والكحة والسخونية والكلام ده داير على العالم كله، فعايزة أقول لكم إن هو كان جاي لي شديد علشان تغيير بقى الصيف والشتوي، كان جاي لي شديد أوي، بس الحمد لله ربنا عافاني وبقيت كويسة وزي الفل، وإن شاء الله أصور لكم تاني فيديوهات كتير. ده كده أول فيديو أصوره بعد ما رُقت المطبخ زي ما انتم شايفين. كان بقى لي كتير ما عملتش الرخامة ولا روّقت ولا عملت أكل ولا عملت أي حاجة. دي أول قصص كده من بداية التعب. وجات بقى في لحظة إيه بقى، اللي هو أنا عندي إحباط غير طبيعي. مش عايزة أصوّر، مش عارفة ليه، رغم بجد بجد باحب أصوّر وباحبكم وباحب تعليقاتكم. بس عندي إحباط، حاسة بقى إيه، إني مش في بقى مشاهدات على القناة، حاسة القناة واقعة كده وما فيش مشاهدات، وغير كده عندي مش عارفة العيب في إيه. الساعات عندي بتقل مش بتزيد رغم بيبقى في مشاهدات. يعني مثلًا لو حتى في 1000 مشاهدة أو 300 مشاهدة دي مش بتتحسب. بقى لي كده حوالي شهر الدنيا متلخبطة معايا و ومكسلة أصوّر حاسة إن أنا إيه باتعب بجد، بجد والله العظيم باكلمكم بكل أمانة. علشان حبايبي بس اللي بيسألوا عليَّ، فأنا طلعت بالفيديو ده إن أنا أشرح لكم كل اللي أنا مريت بيه. آآ وكمان كان يعني بصوا، عايزة أقول لكم إن التعب جالي وجه الليالي، فالليالي مش عايزاني إن أنا أقوم من جنبها، اللي هي طول النهار وطول الليل نايمة على رجلي بتتوجع. سخونية عندها، سخونية عندي. ف وجات بقى كمان مع إيه، اللي هو أنا عندي إحباط، فإحباط مع تعب. عايزة أقول لكم الأول مثلًا كنت بيبقى في تعب أو لولي تعبانة وكده، بس باحاول إن أنا أصوّر إن لازم أنزّل لكم على الأقل، على الأقل كل يوم فيديو. بس الحمد لله، الحمد لله باشكر ربنا. رُقنا ولولي الحمد لله خفِّت وأنا خفيت. آمم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عايزة أقول لكم شكل المطبخ كده أنا زهقانة منه، فقُلت أصوّره معاكم وآخدكم كده إيه، وأنا باروّق والكلام ده. بس فمشكلة القناة عندي إن هي جايبة لي إحباط تام، تام بجد والله. عايزة أقول لكم الأول كان في مشاهدات عالية وحلوة وتعليقات جميلة،
ولغاية دلوقتي بصراحة تعليقات حلوة الحمد لله، بس إيه، حاسة إن أنا بتعب على الفاضي، والله بكلمك بكل أمانة، حاسة إن أنا بتعب على الفاضي، بقول بقعد أصور فيديو وأدمجه وأمنتج وأنزل. وعايزة أقولك إن أنا لما بنزل الفيديوهات ديت بنزلها من هنا في البيت عندي مفيش راوتر، مفيش نت خالص. أنا بعمل الكارت يعني بالكارت باقة، بعملها وبنزل منها الفيديوهات. فحاسين بقى انتوا بالمعاناة اللي أنا فيها؟ يعني متخيلين؟ يعني مثلا كل يوم كل يومين أو 3 أيام كده بجيب كارت، فبيخلص على طول أول ما بنزل فيديو أو فيديوين، فالكارت طبعا بيخلص، عشان زي ما انتوا شايفين الفيديوهات بتاعتي بتبقى حوالي 20 دقيقة 15 دقيقة، فالكارت ما بيكملش بجد معايا يومين. فدي طبعا دي عقبة وحاجة طبعا بتضايق، اللي أنا بشحن كروتة وبصور ويعني بصوا بشحن وكروتة ما بتقعدش خالص. للأسف الشديد ما عنديش راوتر في البيت، مش عندي خالص راوتر. مفيش مكان، مش اللي هو ما ينفعش يعني أقدم والكلام ده لأ، هو مفيش مكان في البوكس، فما فيش مكان خالص. عايزة أقول لكم إن أنا أول ما جيت هنا الشقة كنت مقدمة على الراوتر من قبل ما أعمل القناة خالص، بس قدمت بقى أول ما خدنا الشقة. فلما جيت سكنت كان العمارة كلها سكنت، فكله خد المكان ومبقاش ليا مكان بجد زي ما بكلمكم. فدي طبعا حاجة مضايقاني جدا ومخلياني برضو على مش عارفة، أنا على قد ما بقدر بنزل لكم فيديوهات، بس طبعا لو عندي راوتر فهنزل كل يوم. أنا بنزل كل يوم عامة، بس برضو في أيام ما بشحنش، لسه هجيب كارت، لسه همنتج، لسه مش عارفة ايه. فهو ده السبب الرئيسي كمان، اللي هو اللي أنا مش عندي راوتر. رحت قدمت عليه كذا مرة، بس بصراحة يعني قالولي مفيش مكان. طبعا سبت اسمي وسيبنا كل حاجة يعني تخصنا، علشان لو في مكان أو عملوا بوكس أو حاجة فيعملوا حسابنا. فدي الله أعلم الله أعلى وأعلم هيدخلونا الراوتر امتى. بس كده، فدي المعاناة بقى اللي أنا بقى عايشاها يا حبايب قلبي. معاناة شديدة، اللي أنا لازم أشحن كارت كل يوم كل يومين عشان أنزل فيديو. وبجد مش في الحتة دي مش بيفرق معايا، وخلاص مش مشكلة، بدل أنا دخلت الموضوع جد فخلاص هشحن وكل حاجة بقى هتعايش، يعني اتعايشت مع الكارت والكلام ده. بس حاسة بقى اللي أنا ايه، بعمل كل جهدي وكل حاجة بعملها، بس مفيش مشاهدات. ما يفرقش معايا لو نفرين بيشاهدوني 10 بيشاهدوني، والله يعني الحمد لله في ناس الحمد لله. لكن عندي المشاهدات الساعات بتقل، والله بتقل بالنص، يعني بالنص. عارفين يعني ايه بالنص؟ مش مثلا 1% 2%، لأ دي بتقل 80%. معرفش ازاي، هل في ايه؟ هل مش عارفة، كل شيء بإيد ربنا طبعا. بس كل لما أعدي أنزل، كل لما أعدي أنزل، فأقول الحمد لله الحمد لله راضية وكل حاجة. بس دي يا ولاد دي كانت المعاناة بتاعتي الشديدة العميقة. ايه تاني عايزة اقول لكم؟ ايه تاني؟ بس فانا يعني انا يعني لغاية دلوقتي كده، لغاية وقت معاكم ده انا بحمد ربنا والله وشاكراه دايما. لكن ان شاء الله ان شاء الله هحاول بقدر الامكان، هو مش هينفع بس ان شاء الله هحاول بقدر الامكان ان انا اعرف ادخل راوتر، عشان كل ده متخيلين كارتي او كارتين مثلا كل يومين الكلام ده. فبصراحة مجهود شديد ومش لاقية قدامه يعني ايه، مش لاقية، مش عارفة اجيبها لكم ازاي يعني. هقول لكم انا ركزت كده وهقولها لكم. يعني بعمل مجهود شديد ومش لاقي قدامه بأمانة المقابل خالص. فإن شاء الله إن شاء الله كده هسيبها على ربنا وارجع تاني بأمر الله، وأظبط كده القناة. وعايزة أعمل فيديوهات كتير لأني عندي إرهاق وتعب بجد. مش عارفة مش عارفة
حاجة كده مش عارفة ده ايه. الحمد لله يعني على كل شيء. بس أنا كده النهاردة كده رُقت شوية وقُلت أنا أقوم بقى أعمل اللي ورايا وبالمرة أحكي لكم على تفاصيل غيابي عنكم. عايزة أقول لكم إن لغاية من 10 أيام رُحت سألت على الراوتر برضه مش موجود، ما فيش مكان في البوكس خالص، فقُلت مش مشكلة هاتعامل بقى بالكروتة والكلام ده. بس يالّا الحمد لله على كل شيء. بس كده وأنا ولولي خفينا الحمد لله ورُقنا. ربنا يا رب يشفينا. عايزة أقول لكم إن أنا بكرة عندي ميعاد عند الدكتور، فهاروح أكشف إن شاء الله وأشوف هيقول لي إيه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى لو وصلتوا لغاية هنا اعملوا لي لايك كده من ايدكم القمر دي، عشان انا عارفة اللايك بيرفع الفيديو بجد، اللايكات بترفع الفيديو. وعايزة كده كومنت قمر منكم ليا وتدعوا لي ان ربنا كده يخليها ويشفيها ويخلي يا رب ولادكم، اللهم امين يا رب العالمين، ويشفي كل مريض يا رب. بس كده يا ولادي النهاردة ده كده كان الفيديو بتاعي، إن أنا كنت عايزة أعرفكم تفاصيل غيابي ال12 يوم اللي فاتوا دول. آمم عدّوا عليَّ زي اللي أنا ما نزّلتلكمش فيهم الفيديوهات، لكن أنا من شهر أو 32 يوم بالضبط مش باصوّر نهائي. عايزة أقول لكم كان بيبقى عندي حوالي 10 فيديوهات والله العظيم زي ما باحكي لكم بجد متمنتجينهم اللي هم على إن أنا أنزّلهم. دلوقتي بقى ما عنديش إلا الفيديو شايفين اللي أنا مصوّراه ده، هو الفيديو ده، ما عنديش إلا ده. آمم كنت أقول لكم حاجة مهمة دلوقتي بس راحت عن بالي. كنت باصوّر في اليوم والله بأمانة وحياة بنتي زي ما باحكي لكم كده، كنت باصوّر في اليوم حوالي 4 فيديوهات. لمّا كنت بالاقي بقى تفاعل والكلام ده كنت باصوّر 4 فيديوهات عادي. ممكن مثلًا أروّق الشقة كلّها في يوم واحد، أمسحها، أصبّنها في يوم واحد عادي. ممكن مثلًا أمسك الأوضة أعمل فيديو بيها، أمسك المطبخ أعمل فيديو، أعمل فيديو أكل، أعمل فيديو مثلًا وأنا بانشر روتين الكلام ده. دلوقتي بقى يعني الحمد لله مش باعرف أصوّر فيديو واحد. عارفين أنتم والله لمّا يكون الواحد عنده إحباط وتعب وقلة راحة وقلة استقرار. أنا بصراحة الفترة دي ادعوا لي بجد من قلبكم إن ربنا يريّح بالي ويكرمني كده يشفي لولي. الحمد لله، الحمد لله. بس طبعًا لسه في شوية برد بساط، كُحّة اللي هي خلاص في آخرها. أهم حاجة بس تدعوا لي دعوة منكم لعل حد فيكم أقرب من ربنا، قريب من ربنا يعني، فادعوا لي لو بتصلّوا برضه ادعوا لي. بس يا ولاد عايزاكم بس تدعوا لي الدعوات الجميلة دي منكم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. استغفر الله العظيم يا رب واتوب إليك، استغفر الله العظيم يا رب واتوب إليك. عايزة أقول لكم هنا بقى المطبخ كان متبهدل، تعب يا ولاد وراحة وقلة راحة، والله بجد كان عندي قلة راحة مش عارفة ليه رغم الحمد لله، الحمد لله. يعني الدنيا كويسة معايا وكده والحمد لله يعني، وربنا يخلّي لولي ويخلّي جوزي ويخلّي لي أهلي، بس مش عارفة عندي قلة استقرار وقلة راحة مش عارفة. يالّا الحمد لله. عايزة أقول لكم إن أنا باصلّي وباقعد أدعي كتير، كتير أوي، إن ربنا يريّح بالي، أهم حاجة في الدنيا كلّها. الدعوة ديّة على طول بادعيها إن ربنا يريّح بالي ويريّح بال الناس كلّها ويكرم كل حد نِفْسه في حاجة. أنا نِفْسي بجد، بجد إن ربنا يكرمني في القناة دي، إن أنا حابة الموضوع، حابة حابة التصوير، حابة الموضوع، حاباكم. بس مش عارفة كل أمّا أطلع السلِّم أرجع تاني، كل أمّا أطلع أول سلِّمة أرجع تاني. فربنا إن شاء الله كبير أوي، أوي، أوي يالّا خير، خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. بس كده يا ولاد. هنا بقى المطبخ كان متبهدل، لولي كانت لسه عاملة لها حالًا فشار ومسكت العلبة كلّها، ده لقيتها في الأرض، فطبعًا نكدت عليَّ فهي بتقول لي: "ماما أنا ألِم." قُلت لها: "لا يا روحي ما تلميش، سيبي كل حاجة مكانها وأنا هالِم كل الكراكيب والبهدلة اللي هي في الأرض ديّة." هي عايزة تلِم بقى في العلبة، يعني العلبة كان فيها مثلًا حوالي حبّة كده، فهي عايزة بقى تلِم إيه، الحبّة دول على العلبة. فقُلت لها: "لأ أكيد ممكن يعني أكيد ده جايز يعني، إن ممكن مثلًا في الأرض يكون في شعرة، في أي حاجة، نملة ممكن يعني الحمد لله ما عنديش بس ممكن تكون نملة، شعرة، أي حاجة فتاخدها في إيدها." فقُلت لها: "لأ خلّيكِ أنا ألمّهم على طول كده بالمكنسة."
وكان عندي المواعين دي كلها كان بقالي يومين 3 أيام 3 أيام. متخيلين؟ أنا عايزة أقول لكم إن أنا يعني المواعين دي مكنتش بخليها خالص، بقالي 3 أيام مش بغسلها. متخيلين؟ يعني زي ما انتوا عارفين كنت بحكي لكم في الفيديوهات ان انا لازم قبل ما انام اغسل المواعين والكلام ده. لا، عندي احباط من المواعين، عندي احباط من التربية. عايزة اقول لكم حياة ربنا بقالي كتير ما عملتش حاجة في الشقة خالص. مش عارفة ايه ده ايه، مش عارفة. بس الحمد لله يعني، وبعد استغفر ربنا، وربنا كريم وكبير جدا جدا جدا، وان شاء الله هيكبر بخاطري ويكبر بخاطركم كلكم ان شاء الله. هنا بقى لميت كده المواعين، عايزة اقول لكم غسلتها كده غسلة على السريع، هلمع بقى الحوض وهيكون بقى ايه. هنا كنت لسه هعمل اكل، هعمل عدس وان شاء الله انزل لكم الفيديو بتاعه. انا بستنى الشتاء عشانه يا جماعه بجد. الجو بقى ساقع، والجو عايزه اقول لكم بقى لنا كتير ما كلناش عشان كنا تعبانين، فقلت ايه لما رقنا كده الحمد لله فعملنا هعمل عدس ان شاء الله وبقى انزل لكم الفيديو بتاعه، طريقته حلوه جدا. هنا بقى مسكت كده بقى الليفه وحطيت بريكس حلو جدا، بريكس اللي هو مزيل الدهون. بتغسلي بيه الحاجات اللي هي الستانلس الكلام ده، وريحته تحفة، اللي هو بريحة اللافندر. أنا بجيب الكيس، أنا كنت عايزة أقول لكم اللي هو بريكس ده، أنا كنت جايبة 5 أكياس ب10 جنيه. تمام. قلت أنا بستعمله كده، فروحت علشان أجيب اللي هي الإزازة اللي حوالي كيلو، لقيتها ب30 أو 35 30 حاجة زي كده. والله وأنا واقفة كده يعني مش عارفة، ربنا ألهمني كده وأنا واقفة قمت فاتحة الإزازة، وأنا يعني كنت لسه بجيب حبة حاجات تانية من عند بتاع الصابون وكده، فشميت لقيتها ريحتها مش قوية وريحتها عادية. حسيت ان الاكياس مش عشان حاجة خالص، هي ما فيش فرق يعني إذا ب30 جنيه كيلو وهتقعد فترة فما فيش فرق خالص. فحسيت ان الكيس ريحته قوية قوي، غير غير خالص الإزازة. فاخترت بصراحة الكيس وجبت 5 أكياس بريكس. عايزة أقول لكم حلو جدا. شايفين الوقت ده حاليا كده اللي أنا بعمل فيه الريحة حلوة قوي قوي. مسكت بقى البريكس ده حطيته على السبونشة، ومسكت بقى الحنفيات وحنفية الفلتر، وخليت بس الحوض بيلمع من جوه كده، خليته بجد هتشوفوا دلوقتي هوريهولكوا. ولمعت البوتاجاز كده بسيط. عايزه اقول لكم ان انا ما غسلتهوش، انا لمعته بس كده، اللي هو البوتاجاز الازاز يعني بتاع البوتاجاز الصراحه. لمعته كده على طول، وان شاء الله هو متبهدل بس ان شاء الله بعمل لكم فيديو كده بيه وانا بصبنه كله. عايزه اغسل الشفاط، ولسه عايزه اقول لكم ان انا ان شاء الله هعمل روتينات حلوه، عشان انا لا، عايزه ارجع لروتيناتي الحلوه كده القويه ديت، عشان انا دلوقتي مش في المود خالص. عايزه اقول لكم بجد مش في المود. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي يا جماعه. يلا بقى لو وصلتوا لغايه هنا اعملي لايك، دوسي لايك، يلا دوسي لي لايك، دوسي لي. بصي انا شايفاكي اللي بتتفرجي عليا لغايه دلوقتي وما عملتليش لايك، يلا بقى اعملوا لي لايك. عارفين لو لولي كانت صاحيه دلوقتي كانت هتقول لكم ايه؟ اعملوا ماما لايك، اعملوا ماما لايك، اسم الله على قلبي ماما. لولي القمر نايم. انا هنا شايفين اللحظه دي لحظه لحظه تعب. هنا وانا بمسح ال الضرفة، هي جرار، فانا هنا وانا بمسحها راحت مكسوره وقع على بره، ما انا بقى نازله عليها بعافيتش بقى، ما انا رقت بقى الحمد لله. هنا بصوا اتكسرت اهي، رجعت على ورا، بس انا هنا عدلتها، مش عارفه ارجع لها تاني ولا لا. بس انا هنا عدلتها، انا حسيت اول ما جيت كده بالفوط عندها راحت وقع على ورا. لولي نايمه، لو كانت صاحيه والله ما كانت هتخليني اتكلم معاكم ربع كلمه، ربع كلمة. كل كلمة تتحشر فيها، كل كلمة تتحشر فيها، وغير بقى تقول لكم ماما لك ماما لك ماما لك. خلاص كده هكون خلصت كل حاجة. جبت بقى ايه، بصوا قعدت لي فين عشان ما تفضلش تفرك وتوقع لي الحامل وتوقع لي المكنسة وبتركب على المكنسة وحاجة لا تطاق. عملت بقى هنا ايه زي ما انتم شايفين كده، خليت الدنيا زي الفل وكنستها. يو اهي المكنسة اتقطمت. كنست بقى ولمعت كده الحتت العريانة، السيراميك العريان وكده. الحمد لله الحمد لله يكون ايه بخير وسلامة.
أسيبكم بقى في حفظ الله في رعاية الله وانتظروني إن شاء الله إن شاء الله في فيديو جديد ينول إعجابكم كده ويعجبكم يا رب سترك ورضاك. خلاص كده خلصت المطبخ بصوا شكله في الأول شكله في النهاية شكله خالص بصوا كده زي الفل ومسكته بصوا لمعت كل حاجة فيه بقى بالكلور وبكل حاجة والبريكس والصابون وخليته زي الفل. بس كده يا ولاد والمواعين أنا سايباها بس كده تتصفى شوية علشان تتصفى يعني هاسيبها حوالي ساعة ساعتين ممكن أشيلها في الضلفة مكانها بكرة عادي يعني مش هيفرق. هنا رجعت الضلفة اهو مكانها شايفين رجعتها ما أنا مش هاسيبها. أيوه مش هاسيبها هي عارفة. خلاص كده خلصت كل اللي ورايا بصوا الحوض بيلمع والبوتاجاز بيلمع بس أنا حاسة بصوا على قد ما البوتاجاز نضيف بس لأ مش عاجبني. بس كده يا حبايب قلبي إن شاء الله انتظروني في فيديو جديد وأشوفكم على خير وأسيبكم في حفظ الله وفي رعاية الله أحلى وأجمل إخوات في الدنيا مع السلامة هتوحشوني جدا.